هذا هو العصير اللي راح يهنيك من الجو تاع برا، طبيعي اقتصادي وبنين بزاف. جربوه لسحوركم ولا لفطوركم، مليء بالفيتامينات وما كاش احسن من العصير تاع الميت. اذا بمناسبه ثاني يوم لرمضان نقول لكم رمضانكم مبارك، وان شاء الله طولتكم دائما تكون دايما ان شاء الله. ندخلوا في طريقه التحضير. هنايا جبت زوج حبات تاع برتقال وحبه تاع ليمون، غسلتهم مليح وحكيتهم وحده بالفرشات باش نقلع كاع ديك الاتربه ولا يكون مثلا الحشرات ولا تكون موجوده في القشره تاع البرتقال. من بعد جبت سكرفاج وكرفشتها بالرقيق، وبالنسبه وين كرفجي غير السطح هذاك البرتقالي باه ما يجيناش الجو تاعنا مر. من بعد قبضت الحبه تاع الليمون نفس الشيء، ايضا غير القشره الصفراء اللي هي اللي قرب. من بعد جبت هذاك القشور تاع البرتقال مع قشور الليمون وضفت لهم السكر. هنا الكاس اللي استعملته تاع 240 مليلتر، بصح نقصت منه اسبوعين ما كترتش السكر. اذا من بعد جيبي هذاك السكر تحاولي تدخلي مليح هذاك السكر في هذاك القشور تاع الليمون وتاع البرتقال. من بعد غادي نخلي جانبا حتى شويه يدخل هذاك السكر مليح في القشور تاع البرتقال والليمون. من بعد تجيبي هذاك البرتقال تاعك تقلعي لهم هذيك القشره، ومن بعد تقلعيهم هذوك القشور كاع البيضين. هذوك هما اللي يديرونا المروره في العصير تاعنا. بصح كاين طريقه راه عندي في القناه تاعي، من تجمدي البرتقال والعصير يعني تجمديهم ديرهم في المجمد وديرهم عصير، هذيك المروره ما تبقاش يعني تزول. راه عندي فيديو غادي نخليكم ان شاء الله في الرابط، نخليكم الرابط تاعه في صندوق الوصف. من بعد قطعت هذيك التشينه تاعي وقطعت الليمون، نقلع دوك العلف كاع نقلعهم، وايضا الليمون نقلع على كاع دوك القشور البيضاء باش ما يعطينيش المروره في الجو تاعي. وجبت الاشواخ، حطيت هذوك الفاكهه تاعي البرتقال والليمون، ونضيف هذاك اللي كرفشته القشور تاع الليمون مع حبه تاع موز ولا زوج، يعني ديري زوج حبات بانان ولا حبه بانان. ومن بعد نضيف هذاك لو زيست تاع الليمون وتاع البرتقال العصير تاعي، وهذاك هذا الاناء اللي درت فيه لو زيست غادي ندير فيه شويه ماء نشله وندير الماء تاعه مع هاد الفاكهه تاعي. اذا عصير مليء بالفيتامينات مليح، يعني خصوصا لرمضان مليح للسحور ولا في طاوله الافطار. من بعد غادي نطحن هاد الفاكهه تاعي قبل ما ضفت لها اليايورت. يمكن ما تضيفيش اليايورت يعني اضافي، يعني ماشي شرط يايورت اللي يكون عندك، من احسن تستعملي يايورت طبيعي. انا كان عندي تاع فراوله استعملت تاع فراوله، لكن الذوق ما تغيرليش. من بعد نطحن كاع ديك الفاكهه تاعي ونجيب الصفايه. هذه الطريقه ما تخليش هذاك الجو دي فوا الجو تاع البرتقال من طحنوه وتكبيه في الكاس، هذوك القشور تطلع الفوق والعصير يبقى تحت. هذه الطريقه ما غاديش تخلي لك يعني غادي يولي يعني تحصلوا على خليط متجانس. الوغ نصفي مليح هذاك من دوك الزوائد بهذه الصفايه وبالمغرف. اذا كما راكم تشوفوا نصفيها، ومن بعد هذاك الاشواط تاعي تاني شلتها بشويه تاع الماء باه ما نضيعش ديك الفيتامينات اللي كانت كاينه. وبالنسبه للماء على حسب انت ما تبغي خفيف تبغي ثقيل. والسكر نفس الشيء، انا من الاحسن اني نقص السكر كاع في الاكلات تاعي. اذا هذا هو العصير تاعي اليوم. نتمنى ان الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم، ما تنسوش اللايك والمشاركه لتعم الفائده وامتي كومونتير، ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.